أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد المليجي وأهلا بكم في فيديو جديد مع لغز جديد. لغز أنا متحمس له قوي وهو لغز الهرم المصري. لغز الهرم ضد العقل المصري، الإنسان ضد الجماد، الخير ضد مش لاقي حاجة تانية أقولها الصراحة. أوكي، توكلنا على الله. أول حاجة عجباني في اللغز ده هو شكله، إن هو على شكل هرم حرفيا، مش صندوق وعليه أشكال أهرامات مثلا زي ما بنشوف في كتير من الألغاز التانية إنها بتيجي على شكل مربع بس، انما دي على شكل الهرم فعلا، ودي حاجه مختلفه ما شفتهاش قبل كده. اللغز بيجي مع الورقه دي، بيقولوا فيها ان في هيدن تشامبر او غرفه سريه هنا في اللغز ده، والهدف ان احنا نوصل لها. اوكي، خلينا نجيب التايمر وبدانا. اول حاجه عايز اعملها ان انا ابص بصه سريعه كده على كل الاركان او الاجزاء بتاعه الهرم بسرعه عشان اشوف ايه اللي موجود. هنا زي ما يكون في اسهم، في رسومات هنا، وعلى ما يبدو ان الحتت اللي فوق دول اللي هي 1 2 3 او الاتنين دول هما اللي بيتحركوا، نقدر نلففهم، وفي اشكال هنا، فاظن ممكن بقى احنا هنضطر نلفهم بحيث ان الشكل هيكمل. الناحية دي في ارقام، والارقام دي عليها زي اسهم بتتغير مكانها. اوكي، في اللي دي بتطلع. اظن ان احنا هنضطر بقى نحل الارقام دي عشان نطلع دي مثلا. وفي هنا حاجات متخرمة كده برضو، مش عارف ده النمبرنج سيستم ده ولا ايه. وفي القطعة دي بتخرج، لا في قطع هنا صغيرة يعني، مش عارف اذا واخدين بالكم منها ولا لا، بس على ما يبدو ان في حاجات هنا بتتحرك مثلا او بتطلع بطريقة ما. تحت بقى هنا غالبا ده هيبقى مكان البداية. عندنا ترقيم 1 2 3 4، والبتاعة دي بتلف. طب خلينا نبدأهم واحدة واحدة. 1 بيقولك في سهم على حاجة مشرشرة كده، بعدين في العين. احنا شفنا حاجة مشرشرة هنا اللي هي كانت دي، هل دي بقى زقها يعني؟ كان لازم ادخل جامد. اوكي، هي دايما الحاجات الخشب دي تبقى كده. دلوقتي مدينا يا معلم سهم فوق والشكل ده، هل ده ليه علاقة باللغز رقم 2؟ دي معادلة، ده ناقص ده بيساوي كام، ده زائد ده بيساوي كام، وهكذا. طيب الاشكال دي نعرف ارقامهم من فين؟ ثواني كده. فهمت. هو عمل الخط عشان بيقولك يعني تقسم الاشكال، ولو قسمناهم بالفعل تحت ساعتها اظن بيظهر ارقام. بصوا في النص هنا بالظبط، يعني عندك مثلا دي، خلينا امسكها بس صح. هنا دي رقم 3، دي رقم 6، ده رقم 9، ده رقم 7. حلو قوي. طيب هنا عندنا ايه؟ 3 ناقص 1 يعني 2. يعني عندنا، خلينا نكتب بقى الارقام دي على ورقه وقلم بصراحه. يعني عندنا 2 و10 و7 و8. الارقام دي بقى تتحط هنا ولا ايه؟ هي تتحط هنا فعلا، تتحط بأي ترتيب؟ وبعدين ازاي نجيب 10؟ دي مش 5. دي مش 9، دي 5 قصدي. دي مش 9، دي 5. كده الموضوع يبقى ظابط اكتر. يبقى كده دي 3 المفروض، 2 و10 و3 و8. 2 و10 و3 و8. اتحركي بقى. اوف، اخيرا. اوكي، 2 و3 و10 و8. تخيل بعد ده كله يطلع غلط وانا كسرتها. هل ده هيطلع؟
ايوه والله بيطلع، بس هو معصلك قوي. ايه اوف، يا نهار ابيض، خرج. اوكي تعالوا نشوف تحت بقى اللغز التالت بيقول ايه. اللغز التالت هو الحاجات دي. عندنا الدايرة دي. طب خلينا نشوف ايه الاشكال اللي هنا هي نفس الاشكال اللي دي، صح؟ عندنا الشكل ده اللي هو ده. عندنا الشكل ده برضو اللي هو هنا. بعدين عندنا ده وده، ده وده. يبقى عندنا الشكل ده وده وده وده. نعمل بيهم ايه؟ ده ممكن يتلف دلوقتي؟ ينفع دلوقتي، ينفع يتلف. الله الله، ايوه بقى في الحاجات دي. سلام، الله عليك يا اجدادنا، الله. اها، من هنا عزيزي هنعرف ايه بقى. هنعرف ايه؟ نعرف حاجة. ليه في سهمين برضو؟ واخدين بالكم هنا سهم هنا وسهم هنا، لماذا؟ نبتعد على جنب ونركز كده. ايه علاقة الاشكال دي طيب باللي تحت؟ ده الاشكال دي هي اللي على بتاع اللي بتلف هنا دي، بس مش ده اللي احنا عايزينه دلوقتي، صح؟ ان احنا لسه ما عملناش حاجة بالاشكال دي. الاشكال اللي عمالة تطلع هنا، يعني ده مثلا الشكل ده هو نفس الشكل ده بس بالنص، يعني عندنا جزء منه هنا والجزء التاني هنا، ولو حطينا الشكلين دول مع بعض هنعمل الشكل ده. واكيد الفتحات دي ليها علاقة بالموضوع، يعني هو كل شكل مقسوم على الاتنين. واحد يعني كأنك جبت الشكل وقسمته كده، او بمعنى صح جبت الشكل وقسمته كده، خليت جزء زي ما هو كده والتاني بالطول. هو السؤال دلوقتي التالت ايه علاقته بالرابع؟ يعني انا حاسس ان احنا محلناش اللغز ده. احنا كل اللي احنا عملناه ان احنا جبنا الشكل. عايز ارجع للنقطة دي. احنا حلينا الشكل اللي هنا وعرفنا على الدايرة اللي هنا دي اني اشكال عاملة زي ايه. هل الشكل، لان الشكل ده مختلف، يعني في هنا مربع، في هنا اوكتاجون، هنا هكساجون ولا بنتاجون والخ الخ. هل ده ليه علاقة بالموضوع؟ 1 2 الكورنر هنا 1، الشكل ده 3، والشكل ده 1 2 3 4 5 6 6. هل اتجاهاتهم دول بتدينا الرقم مثلا؟ يعني مثلا ده كان 2، فهل هنعمل مثلا لفتين على الدايرة بطريقة ما وهنوصل لرقم 2 ونعرف الشكل اللي هنا ايه؟ طب خلينا نكتب الارقام بالترتيب بتاعهم. الشكل ده قلنا ان هو كان 2 صح، وهنكتبهم على شكل الهرم اللي هو الحتة اليمين دي 2. بعدين الشكل ده كان 1، يعني عندنا 1 هنا، والشكل ده 3، والشكل اللي فوق اللي هو 6. عندنا 6 هناك، 1 هنا، و2 هنا، و3 هناك. مش عارف انا بفتي ولا ده اصلا ليه علاقة بالحل. خلينا نشوف.
6. طيب ايه علاقة بقى ال6 بتاع اللي تتلف دي يا معلم؟ هو اللي محسسني ان التفكير ده صحيح، انه اعلى رقم في اللي احنا لقيناه 6، صح؟ فهل وهنا الاشكال دول التوتال او الماكسيموم 6، عندنا 1 2 3 4 5 6. فهل مثلا ايه اعمل كل واحدة على الرقم بتاعها مثلا؟ يعني هنا عندنا 1 2. شكله بيتهيألي. طب ايه علاقة الارقام دي بالموضوع؟ سواء انا دلوقتي عمال بحرك في البتاع كده، بعدين خدت بالي ان انا لو قعدت ابص في الحفر كده وادقق، ان انا لما بلف الجير ده، فاكرين لما كنت بوري هنا وكان بيطلع اشكال غريبة؟ اللي بيحصل ان الاشكال دي بتبقى aligned مع او في نفس الخط مع الحفر دي لما بيبقى فيه شكل هنا. والفكرة بقى ان انا ايه اسلط ضوء او ابص عليها تحت النور وبلاقي في عدد فتحات معين. فانا اظن اذا كان ظني صح ان هلف الدايرة مثلا واشوف كل رقم، يعني عدد الحفرات اللي هنا اللي مفتوحة، واشوف ايه الشكل اللي ماشي معاها، وهو ده الشكل اللي هنحل على اساسه. فاهمين حاجة؟ يعني مثلا احنا عارفين ان دي المفروض هتبقى على رقم 1، بس احنا مش لاقيين طريقة او عايزين طريقة ان احنا نعادل الشكل للرقم. فهنلف الجير اللي هنا ده بحيث ان الفتحة دي لما ابص عليها ادور على رقم 1 وابقى عرفت الشكل ايه. فانا عايز نور، هي مش واضحة قوي كده، بس هي يعني هحاول اوريها لكم تحت مش عارف اذا واضحة ولا لأ، بس شايفين الفتحات دي كلها مفتوحة، 1 2 3 4 5 6 7 8. بس مثلا لو لفتها عشان اوضح لكم الفكرة اكتر، هتلاقوا انها كام واحدة مفتوحة؟ 1 2 3 الناحية دي، 1 2 3. يعني ده رقم 6 المفروض، صح؟ ولا اللي تحت دي كانت مفتوحة؟ خلينا نرجع تاني بس معلش. 1 2 3 4، 1 2 3. ولو انا بصيت عليها برضه عشان اتاكد، هي فعلا كده، يبقى دي 4 مفتوحين هنا فعلا، والتلاتة دول هم المفتوحين. يعني ده 7 فقط لا غير. يعني 7 هو الشكل ده اللي هو بمعنى صح. لا ثواني، اني شكل فيهم صندوق كده وطلع له زي شراشير كده. الشكل ده اصلا مش موجود. طيب خلينا نشوف شكل تاني كده لحد ما اعرف بقى النظريه دي صح ولا انا بقول اي كلام. بس بص، النور طالع في واحده بس، يعني معنى كده ان دي هي رقم 1. ورقم 1 اللي هو الشكل المربع اللي هو ده. طيب يعني نجرب، مش هنخسر حاجه. ده عامل كده، ربطت الاشكال دول بارقام. فهل انا بقى المفروض ان انا الواحد اللي هو ده اللي هو هيبقى ده كده مثلا هنا بالشكل ده، ماشي. بعدين كان عندنا الاتنين هنا اللي هي المفروض هتبقى كده. بعدين التلاتة هنا اللي هي كانت الشكل ده. واخيرا الستة اللي كانت هناك كانت الشكل ده. هل دي فتحت لنا؟ الله الله. اللي بعده يا معلم. اوكي، فتحنا الغرفة السرية، فيها جيكسا سهلة. خلينا نركبها شوف بتقول ايه. زي ما تكون مقولة وبتقول
قطع الخشب دي مستفزه قوي. مش مشكله. اوكي. كيوت. المفروض تتحط يعني ككوت هنا. الكوت بتقول we don't stop playing because we grow او grow old بمعنى صح. we grow old because we stop playing. احنا ما بنبطلش لعب عشان احنا بنكبر، احنا بنكبر عشان بنبطل لعب. يا سلام. نسيت اوقف التايمر. وصلنا ل 47 دقيقة، يعني اقل من ساعة. على ما يبدو اعزائي المشاهدين ان العقل المصري مش بس قادر على ان هو يبني الاهرامات، بل ايضا قادر على ان هو يدخل جواها ويفككها ويكتشف اسرارها، مع ان هو اللي بناها في الاول. انا بقول اي حاجه، ما علينا. اتمنى يا رب تكونوا استمتعتم بالفيديو. حابب اقول لكم قبل ما امشي ان الشركه اللي بتصنع الالغاز دي اسمها اسكيب والت، هي شركه المانيه، وقالت انها كمان هتدي خصم لكل المشاهدين بتوعي لو استخدموا كود ميليجي MELIGI، تاخدوا خصم 10% على اي حاجه تشتروها من الويب سايت بتاعتهم. واذا استمتعتم بالفيديو ولسه مش مشتركين في القناه، بليز اشتركوا واعملوا لايك للفيديو لان ده بيساعدني جدا. وبرضه حابب اقول لكم ان المتعه لا تنتهي هنا، فلو حابين تشوفوني وانا بحل الغاز تانية لاول مره هحط لكم اللينكات بتاعتها هنا.